سيد كده بيزعق لدفاع الزمالك بعد ما ساب الكره اللي فاتت. حازم عدى، اخترق حازم، لعبها حلوه عند جعفر، انفراد لجعفر، يلعب بالعرض، وهي بقى نصيبها الثالث. نصيبك يا عيد، نصيبك يا احمد يا عيد تسجل الثالث بعد ما كان خطأ مستحق. لكن شوف حازم امام بيعمل ايه، شوف حازم امام بقى بيعمل ايه، وده الكلام بقى اللي بنقول عليه من اول المباراه. واحمد عيد عبد الملك هدف في الدقيقه 7 وفي الدقيقه 84 لصالح الزمالك. اهي الكره، وبص بقى جعفر، والمره دي بقى عيد عبد الملك بيسجل الثالث. بص بقى هنا حازم، وبص بقى زياد يقابل معاه حته جريكو رومان، لكن جعفر لحق، وصل كرة جعفر، عدت عيد. وبأي حال أتيت يا عيد؟ أتيت بالهدف الثالث يا عيد، الهدف الثالث لأحمد عيد عبد الملك. واللي ياخد باله ويركز يشوف ان احمد عيد عبد الملك منذ انضمامه لنادي الزمالك في لمحه هجوميه اتغيرت بشكل ايجابي. طبعا انا اتفق مع الكابتن حسام حسن